يا صباح الخير على عيونكم. يلا لو اول مره تشوفيني يا ريت تعملي لنا اشتراك يوميات منون كوكي، ويا ريت تشرفينا عشان عيلتنا تزيد اكتر واكتر بيكم وليكم يا رب. فيديو النهارده بدايه من بدايه اليوم، اول حاجه خالص حبيت ان انا افطر معاكم. ده فطار خفيف، عملت كوبايه شاي بلبن. كان في شويه طبق مشكل وفطرت والحمد لله. قمت بقى ايه عشان امسح واروق الارض عشان اظبط الدنيا، عشان لما اقعد اكون قاعده مرتاحه، ولو ده حد جالي تكون الدنيا تمام. عندي هنا ميه دافيه، بحب امسح الارض بميه دافيه. بصراحه انا عندي الارض من لونها بحس ان هو مش بيبان عليه المسح غير بالميه الدافيه. حتى لو حطيت جنرال وحطيت اي حاجه كده منظفات ما بتعملش معاها اي نتيجه، بحسها غير الميه الدافيه شويه. حطيت هنا معطر، وساعات بحط مطهر، نقطة ديتول كده بتدي برضو ريحة حلوة بتطهر الدنيا. جبت هنا كده بالطريقة دي، وقعدت امسح الدنيا اللي حواليا. بصوا الشرشوبة دي اصلا لونها غامق، عشان ما تفتكروش هي لونها كده من التراب، لا هي لونها اصلا غامق. خلاص بصوا بقى، انا بدأت امسح الدنيا هنا. انا بحب انفض واظبط الحاجه كلها وبعدين امسح عشان ما اعفرش الدنيا تاني. وبعد ما خلصت عايزه اقول لكم بقى، همسح اهو الدنيا. ومكان الجزم دايما بيكون عندي تراب ويعني لو رجلي جت فيه ترابه فبحس ان الدنيا مش نظيفه بصراحه. وبصوا بقى تعالوا بقى ننقل لنقطة تانية. انا هنا اشتريت بعض المشتريات وحبيت ان انا اعرضها انا وانتم، ونشوفوا الاسعار ونشوفوا الافكار اللي انا جايباها. كل حاجة جايباها ليها فكرة. تعالي شوفي. دي اسمها العصفورة بتاعت الكريب، بيتعمل بيها الكريب. بصوا، ودي فرشة منها ممكن تحطيها كشكل وردة كده، ومنها فرشة انا ما كانش عندي. وفي بصراحة اماكن انا ما بعرفش اجيب بيها بتبقى محتاجة فرشة، فقلت اشتريها منها تبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت تبقى ليها استعمالين يعني. انا هوريها لكم اهي. القاعدة بتاعتها دي اكتر حاجة عجبتني، لان من تحت كانت مفتوحة، لو فيها اي مية تنزل عن طريق الفتحة اللي من تحت. بصوا خشنة. وعايزة اقول لكم يعني في منها الوان كتير، في ازرق وفي فوشيا، في كل الالوان. لو انت حابة تشكلي بالوان، لو انت حابة اللون ده مفيش مشكلة، في برضو منه. عايزة اقول لكم برضو، انا المعيار ده كنت دايخة عليه، انا مش بلاقيه خالص. يعني عايزه اقول لكم اصلا انا مش بلاقيه خالص. انا هنا كنت بعمل لكم يعني بسلم عليكم وبقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك. بصوا بقى، انا هنا برضو جبت المعيار ده، كان من سوق الادوات المنزليه. كان عامل الفرشه كانت عامله 25، والعصفوره 20، والمعيار ده كان عامل 20. وجبت كمان الورق الاسترتش ده، كانت البقره عامله 35 او 40. جبت برضو القمع بتاع الكنافة. الباكو فيه 6 ب12 جنيه ونص، والمعلقة دي ب20 جنيه تقريبا. والقاعدة بتاعت يعني كل حاجة مش متسعرة بنفس التمن، بس هي بالصدفة جاهم كلهم أرقام متشابهة أو زي بعض. دي حلوة قوي لو عندك ترمس للعيد، عايزة تطلعيه وفي نفس الوقت تصفي المية. بصوا بقى كده، عايزة اقول لكم مفيش حاجة خالص بتخسر في البيت، يعني كله بصراحة كله يعني بيجي وقت بتحتاجيه، حتى لو مش في نفس اللحظة لكن بعدين بتحتاجيه. بصوا دي كده الفتاحة بتاعت العلب الصفيح اللي هي ملهاش غطا، اللي هو سهل الفتح ده. دي كانت عامله يعني كانت عارضه، كانت عامله 40 جنيه، والقاعده دي ب15. انا قلت لكم اليوم ده مش عارفه ليه الاسعار كلها كانت مشابهه مع ده، مع انهم ما كانوش من نفس المكان يعني. بصوا ادي كده بفتحها لكم. انا خليت الراجل يخليهم لي شكلين. المفروض الباكت فيه اتنين قطعتين، بس انا خليته يعملهم لي الشكلين مختلفين. تمام كده. بصوا انا اكيد رحت في الفتره دي اجيب حاجه اوريكم الشكل التاني بقى عامل ازاي. بصوا القاعده التانية بصراحه بتحتاجيها كوبايه سخنه، حله سخنه. إيه يعني البوسترات دي او الكوسترات دي اصلا بتحتاجيها عامه، اذا كانت قاعده خشبيه. بس انا بفضل اكتر بصراحه، لو امان اكتر انا بفضل الخشبي، بحيث ان هو مش متفاعل مع الحراره ومش قابل للسخونيه والكلام من ده. ده كمان الشكل ترندي قوي، حبيت اجيبه، كان عامل 9 جنيه اللي هو البوتاجاز ده.
واكتر حاجه عمليه عجباني هو المعيار ده. يلا بينا بقى ننزل ونشوف هنروح فين. انا للاسف ما خرجتش في العيد، مش عارفه للاسف ولا للاحسن، بس اللهم لك الحمد يعني على كل اللي ربنا بيجيبه. انا حبيت ان انا اخرج في الوقت ده، كان بعد العيد. انا ما خرجتش خالص ولا شفت الشارع اصلا في العيد. خرجنا هنا، رحنا قبل ما اروح وقبل ما اجي قلت لازم، احنا هنا في محطة مصر اسكندرية، قلت لازم اروح اي مكان اجيب لي كوباية قهوة او فنجان قهوة. كان اليوم ده فعلا يا جماعة والله العظيم عندي صداع فظيع. قلت يعني يا ربي انا لازم يعني قبل ما ابدا اتحرك، عشان اقدر اتحرك لازم دماغي تتظبط، حتى لو اقل من الصداع، هو مش هيروح 100% بس اقل من الصداع شويه. هنا دي محطه مصر الجديده، عايزه اقول لكم بقت منظمه وبقت حلوه جدا. انا حبيت اعمل لكم جوله كده سريعه فيها، وحبيت برضه اوريكم المكان بقى عامل ازاي، وكان ازاي كانت الناس واخده فكره عنه قديمه. عايزه اقول لكم بقى اليوم ده انا للاسف نزلت فيه وشربت عصير قصب، كان ساقع حاجه بسيطه وتعبنا كلنا فيه. اخدنا الدور البرد اللي هو يعني حلو قوي. بس نصيحه مني، لا تاكلوا ايس كريم ولا تشربوا عصاير ساقعه ولا حتى الميه الساقعه. ليه بقى؟ عشان احنا مش هنستحملها، جسمنا من جوه سخن، فانت بتاخدي حاجه بارده فسخن بقى بارد بيخلينا ناخد دور برد. فبلاش حاجه زي كده، لان الدور البرد يعني برد الصيف احد من الصيف، فبلاش. دي نصيحتي ليكم. ماشي الجو حر، الجو نار، مش مستحملين درجة حرارة وساعات بتوصل لدرجة عالية جدا، بس بلاش نروح للحاجات المتلجة والساقعة، ولا نقعد على التكييف واحنا عرقانين او حرانين هي والمروحة، لان بردك في الوضع ده او في الوقت ده الجو بيخليكي حابة يعني التكييف والمبرد والمروحة، بس للاسف احنا جسمنا من جوه سخن، فانت بارد مع بره. في ناس زي كده ما بيستحملوش، مناعتهم ضعيفه. انا وبنتي خدنا الدور، اللهم لك الحمد، في يعني في كل حاجه بيدهنا، في السراء وفي الضراء. بس يعني مش حابه ان انتوا كمان تقعوا في الغلط اللي انا وقعت فيه او فيه. عايزه اقول لكم دخلنا بعض الاماكن كانت الدنيا زحمه، انا مش عارفه زحمه دي زحمه جدا. على البحر مفيش مكان، هتشوفوا معايا في الفيديو النهارده فيه كذا مكان، وحبيت برضو ان انا كده يعني افرجكم عليه. وكمان لو حابين تخرجوا افكار بسيطه وسهله، فلوجات ممكن تعملوها انتوا بنفسكم. شايفين المبنى اللي هناك دوت او المكان اللي هناك ده مكان عباره عن كافيهات، كل ما هقرب هتشوفوه اكتر. كافيهات جديده حلوه قوي عاملينها هناك ونضيفه، والاسعار اهي شايفينها اللي هناك دي اللي هي واخده الشكل الخشبي القصيره. عايزه اقول لكم الاسعار في متناول الجميع وحلوه قوي وحاجتهم نظيفه. يعني انتوا هتشوفوا معايا، انا هطلب قهوه وهتشوفوا القهوه والخدمه عامله ازاي ونظافه والزرع حواليكي. يعني بصوا، ومن اول ما حطيت رجلي لو الدنيا بسم الله ما شاء الله جميله. احنا رايحين هناك كانت في حدود الساعه 5:30 6، واحنا عارفين التوقيت الصيفي الدنيا بتبقى منوره لحد 8 بالليل يعني. تعالوا بقى شوفوا سماعات تخرجوا فيه كمان الوقت اللي هو ما بعد العصر دلوقتي انت لو لاحظتي 4:30 او 5، يعني بتحسي ان الساعة 5 ولسه بدري، وبتبقى الشمس حامية. فانت انزلي بعد العصر 6 بقى 5:30 على حسب ما انت بتحبي. الشمس حامية جدا، وخلي بالكم الشمس كمان بتحرق الوش وبتحرق الجلد، فبلاش تنزلي في عز الاياله زي ما بيقولوا، لا انزلي في الدنيا رايقه والدنيا هاديه، عشان الحراره ما تبقاش نازله عموديه على دماغك او راسنا يعني، لان انتوا ربنا يكفينا ويكفيكم ضربه الشمس، واعوذ بالله من نار جهنم بجد. والله يا جماعه شويه شمس الصيف احنا مش قادرين نتحملهم. ربنا يا رب كده يحسن ما بين ايدينا وايديكم جميعا، ويسعدنا ويسعدكم اجمعين. انا هنا هو متجهه ناحيه المكان. انا بحب اروح اي مكان جديد، يعني كل مكان على حسب بقى ايه قدرته. ممكن يلتزم بان هو يكون يفضل طول الوقت كده محتفظ بحلاوته، او مستواه يقل، فدي حاجه بترجع ايه لكل مكان. بصوا السلالم، بصوا المكان، انا هطلع كده اوريكم. عايزه اقول لكم اللهم لك الحمد، انا من ضمن الناس الاوائل اللي عملوا لكم يعني فلوج كده في المنطقه دي في المكان ده. بصوا انا بوريكم اهو
المكان من بعيد وداير ما يدور عامل ازاي. وعجبتني قوي نظافه المكان، والارض بتلمع كده بتبرق. بصوا كده. ممكن عاملين كمان فكره المكان اللي هو لو في عجله او في الكرسي المتحرك، والطلوع العادي اللي هم الدرجات السلم العاديه. انا هناك بصراحه قعدنا، الكراسي نضيفه ومريحه، دي اهم حاجه. وفي نفس الوقت مش ضيقه، الكرسي مش ضيق، لان في ناس ساعات بتتضايق من الحته دي. ومش خشب اللي هو بيوجع، بيتعبك وبيوجع رجلك. لا حلو يعني. انا الكرسي بصراحه هو لفت نظري، مريح. بصوا الشكل كده. طبعا كل ما الجو يليل المكان، ما فيش مكان اصلا تقعدي فيه. واللي هي الترابيزات مترقمه. بصوا انا كنت هقعد هنا، رجعت وقلت لا، طيله شويه شمس. في الاخر قعدنا في مكان بعيد عن الشمس عشان ما يجيش علينا اصلا، نبقى هربنا من الشمس خالص. واخدين بالكم؟ فدي بردك نقطه انا كنت محتاره فيها في الاول. بصوا بصوا الزرع كمان شكله حلو قوي وملون كده، شكله مبهج. حبيت برضه اوريكم الشكل في القعده عامل ازاي. احنا هنا يعتبر في نص البلد كده، يعني محطة مصر كده. ممكن نروح محطة الرمل او المنشية، والجنب التاني اللي في الوش كده طريق محرم بيه. بصوا هنا القهوة هي كانت جت وكنت دقتها، كان طعمها جميل ومظبوطة. يعني الطلب اللي انت بتطلبيه هو بيسألك عايزاها ايه، فكانت حلوة قوي. خلصنا وقمنا اتجهنا بقى ناحية محطة الرمل. بصوا طبعا المحلات فاتحة، لان انا ما روحتش في العيد، انا روحت بعد العيد. الناس بقى هنا بتشتري. انا لاحظت ان يعني انا مش عارفه، احنا طالعين من عيد بيبيعوا وبيشتروا كأن احنا لسه هندخل على العيد تاني. فانا بصراحه مش عارفه، يمكن في ناس اجلت شراء حاجتها بعد العيد. فكانت اليوم ده كان الجو فعلا حر، وكانت الدنيا زحمه جدا، وعلى البحر هتشوفوا معايا زحمه فوق الوصف. تمام كده. انا بعمل لكم اهو جوله سريعه في محطه الرمل. بصوا الزحمه كأننا يوم الوفاء او قبل العيد. سبحان الله يا رب. يعني في ناس بتقول انا ما بنزلش اشتري قبل العيد لان الدنيا بتبقى زحمه، وبيبقى زحمه العيد. بعد العيد برضو زحمه. انا هنا يعني انا الخروجه بجد كلنا بنبقى محتاجينها، كلنا في حاجه ان احنا نغير جو ونغير نشاطنا. قعده البيت بتجيب اكتئاب، والقعده اللي في البيت فعلا ممله، وممكن تخلصي اليوم او تبدأيه وانتي زهقانه ومخنوقه. احنا هنا بقى خلصنا اهو شارع اللي احنا ماشيين فيه. نتجه بقى لناحيه شارع تاني او نكمل بقيه الخروجه بتاعتنا. هي ما كانتش خروجه بمعنى خروجه، على قد ما هي كانت تغيير للجو. ويا ريتني ما خرجت اليوم ده. عايزه اقول لكم يعني شربنا العصير من هنا وتعبنا من هنا والله، من ساعتها ولا شفنا الشارع تاني. بس الحمد لله يا جماعه، بجد مش لازم عشان تخرجي يكون معاكي مبلغ كبير، ولا عشان تخرجي يكون معاكي مبلغ حلو عشان تخرجي بيه. ومش لازم نخرج طول الوقت عشان نجيب وجبات ومش عارفه ايه. انت ممكن تاكلي وتخلصي غدا وتنزلي. انت مش قلت انت هتنزلي بعد الغدا يعني مش هتشتري، لا، في حاجات كتير ممكن نجيبها. في حاجات حلويات، ممكن نجيب حاجات من على البحر، ممكن نجيب حاجات نحلي بيها، مشروب نشربه، وممكن نجيب مثلا حاجه ساقعه. ففي يعني افكار كتير. هنا احنا كنا وصلنا عند سنترال المنشيه. سنترال المنشيه هنطول كده على طول هتلاقي نفسك عند جنينه المنشيه اللي هي عند الجندي المجهول، والطريق ده على البحر بقى. بصوا ناس ياما بجد في الشارع، انا كنت مستغربه.
الشارع ده كل اللي انت محتاجاه وكل اللي انت عايزاه بتلاقيه فيه، من اول ادوات منزليه وهدوم كاجوال وهدوم خروج وهدوم اطفال وهدوم سبوع. حتى عايزه اقول لكم، حتى يعني لو انت محتاجه تشحني باقه الخط الارضي بتاعك بردك موجوده، اللي هي شركه الاتصالات. بصوا بقى انا هنا انا واخداكم اهو واحده واحده عشان اوريكم بالظبط احنا رحنا فين. بصوا ده الطريق كده، انا كده خارجه خالص من الشارع ده، هنطلع على محطه الرمل، على اسفة على المنشيه. بصوا احنا كده هنا قعدنا على البحر عند الجندي مجهول. اشترينا طبعا ايه من على البحر. كانت الحكايه يعني مش مستاهله ان احنا نجيب سندوتشات، لان احنا كده كده ما كناش جعانين اليوم ده. بصوا الناس، بصوا كميه البشر. لو اول مره تشوفينا يا ريت تشتركوا معانا في يوميات منمن وكوكي، ولو عجبك الفيديو واستفدتي منه دعمينا بلايك عشان عيلتنا تزيد. وجبنا طبعا فخفخينه اللي هي كوكتيل الفاكهه وخطب، وجبنا كمان العصير ده، وفي حاجات انا ما صورتهاش، انا جايبه لكم مقتطفات. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله وامنه. مع السلامه.